ده هو جاي او الاسم الحركي اللي اختاره في اول يوم شغل ليه في الشركة المريبة دي، واللي اسمها ماكوم، واللي كل الناس فيها مختارين لنفسهم اسماء تانية. اكيد الناس دي عليهم طار، مفيش مبرر غير كده صديقي الجميل. وبيقابل اشلي البت اللي بتبقى في كل شركة اهم واحدة فيها، وجايبة قرار كل حاجة موجودة في الشركة، وبتاخد جاي في جولة وبتعرفوا على كارول وفليب موظفين هم كمان في الشركة، وبتسأله عن السبب اللي خلاه ساب شركته الكبيرة المعروفة واللي اسمها ماجنتا وجي شركة صغيرة زي بتاعتهم كده. فبيقول لها عشان اتعلم واخد خبرة اكتر طبعا. فبتقول له لا، قول لي على السبب الحقيقي. فبيقول لها الصراحة لقيت المرتب ضعف مرتبي القديم، فما ترددتش وجيت على طول. بعدها بيكون في مؤتمر عرض تجريبي لشركات كتير بتعرض منتجاتها، وبتكون البداية بشركة ماكوم، لكن ستيفن مديرها ما بيكونش لسه جه. وساعتها فليب بيطلع مكانه وهو مش محضر اي حاجة يقولها، وبيفضل يقرأ من شاشة موجودة قدامه وخلاص عن المنتجات اللي الشركة عملتها، زي ابلكيشن اسمه ماتش عامل زي الخطبة كده بيوفقوا اي رصين في الحلال وخلاص. واخر اختراعاتهم هو استغلال الموجات اللي بتطلع من مخ الانسان في حاجات كتير، فكان منها يقدر يحرك طيارة لعبة من غير ما يلمسها، وبيلبس فيليب طوق معين كده على دماغه وبيفضل يحاول يطير الطيارة وهو من جواه عمال يقول طيري ابوس ايد امك ما تفضحناش يا شيخة. واخيرا الطيارة بتطير والناس اخيرا بتنبهر بعد الهبل اللي كان عمال يقوله ده، بس مفيش ثانيتين والطيارة بتقع تاني. وساعتها كل الناس بتوصف الاختراع بالفشل، وهنا كانت اللحظة اللي ستيف بيظهر فيها وكل الاضواء بتروح حواليه وبيهندل بقى الموضوع بطريقة عبقرية. فبيقول لهم فشل، وده الاسم التاني للاختراع وللشركة كلها ولي انا شخصيا. كلنا لازم نفشل عشان ننجح بعد كده. وشوية كلام من بتوع التنمية البشرية دول، وبعدها بيلبس الطوق وبيقدر انه يطير الطيارة. فالناس بتنبهر وبتقول ده شكله هيبهرنا بقى ولا ايه. لكن يا فرحة ما تمت، او انبهار ما تم بمعنى اصح. بعد ما الناس انبهرت وقعدت تسقف وقعد يتكلم هو عن التكنولوجيا والاختراعات العظيمة اللي ماكوم بتسعى انها تعملها باستخدام الموجات الدماغية، صدمهم وقال لهم ان اختراع شركتهم الجديد هو جهاز اسمه تشافني بيستخدموا فيه الموجات الدماغية عشان تفرد الشعر. طب ما تعمل بروتين يا اسطى بدل وجع الدماغ ده. الناس طبعا بتتنح وما بتكونش عارفة تعمل ايه على اللي ودانها بتسمعه ده. تاني يوم جاي بيكون مستني ستيف في مكتبه مع اشلي، وبيجي ستيف بعجلة وشورت. هو تقريبا كده كان رايح الجيم، بس قلم معدي على الشركة بالمرة، وهو بيتعرف على جاي اللي بيكون محترمه وعمال يقول له يا فندم. فستيف بيقول له انا ما بحبش الالقاب، كلنا هنا متساويون، سيبك بقى انت من العنصرية. فجاي بيقول له امرك يا ابو السفاسيف. فستيف بيقول له لا مش للدرجة دي، انت هتاخد عليا يالا ولا ايه. بعدها بقى بيكون في اجتماع وستيف مستعجل ونسي يغير الشورت بتاعه، فاشله بتقول له البنطلون يا نجم. بعدها ستيف بيجمعهم وبيقول لهم يا ترى ايه الفرق بيني وبين صاحب تويتر وصاحب الفيسبوك، وبيعمل لهم زوم على العلامة الزرقاء وبيقول لهم ده الفرق الوحيد بيني وبينهم. فاشلي بتقول له يمكن عشان ما عندكش غير 820 فولورز بس. فبيقول لها مش مشكلتي، انا لازم يبقى عندي العلامة الزرقاء عشان الناس تثق في منتجات شركتنا. وبيقول لها ان هي وجاي هيكونوا فريق عشان يشوفوا هيتصرفوا في الموضوع ده ازاي. فاشلي طبعا بتبص لجاي وبتقول له ياه اخيرا هشتغل مع واحد اصغر مني وهبقى نسخة اصعب من اللي صعبوها عليا زمان. فستيف بيفاجئها وبيقول لها ان جاي هو اللي هيكون الليدر اصلا. فبتاخد البت الصدمة وبتكتم في قلبها وبتسكت. بعدها بيجي رسالة لستيف وبينسى انه عامل شير للتليفون على الشاشة، وبتكون الرسالة من شركة تانية بتتهمه بتقليد افكارها. وساعتها اشلي بتشبط في الموضوع وبتقول له مش انت عايز العلامة الزرقاء دي، هي بقى دي فرصتك انك تطلع تعتذر للشركة التانية، وساعتها يالا هتركب الترند وتتشير. فبيقول لها انت عبيطة، هل انت عبيطة؟ انت عايزاني اطلع ببدلة وورايا خلفية سودة واعمل نفسي متأثر واعتذر والكلام الفارغ ده؟ لا يمكن، وانا كلمتي اصلا لا يمكن تنزل الارض ابدا. فاشلي بتقول له حنفي قصدي ستيف. فبتنزل كلمته طبعا وبيقعد ورا الخلفية السوداء وبيصور فيديو عشان يعتذر، بس ما بيكونش حاسس الموضوع. فاشلي بتقنعه وبتقول له ان البلد كلها دلوقتي بقت عبارة عن ترندات، هتركب الترند هتتشهر، هتتكسف بقى وتقول لا ما تسألنيش عن العلامة الزرقاء يا نجم. وواضح ان العلامة الزرقاء دي نقطة ضعفه، شكله كده فاكرها خرز الزرقاء زي بتاعة الحسد. فبيعمل الواد الفيديو، وفي اخر اليوم جاي بيكون لسه هيمشي بيلاقي باقي الموظفين قاعدين يشتغلوا عادي، فبيتكسف يمشي وبيقعد وما بيكونش فاهم هو مش ساعات العمل خلصت ولا ايه يا جدعان. ولسه بيشوف له حاجة يعملها، بيلاقيهم بياخدوا بريك. فبيقول يا دي النيلة السودا على الشركة المنيلة اللي انا فيها دي. وبيلاقي اصحابه باعتين له يجي يتغدى معاهم، فبيروح لهم على مطعم غريب كده بتاكل وانت واقف، لا اطباق ولا ترابيزات، بتاخد في حجرك وتمشي يا فنان. هو بيفضل صحابه يرخموا عليه، وجي كل شويه يجيله مكالمه فبيسيبهم يقطعوا في شعر بعض وبيطلع هو. بس الغريب انهم بيسكتوا اول ما جاي بيطلع وبيتكلموا اول ما بيجي. ده يا جدع لو بيعمل لهم بوز قبل ما يخرج مش هيبقوا كده. بعدها اخر ما بيزهق منهم بيقول لهم انا راجل نتن اصلا ان جيت اتغدى معاكم يا شويه حوش. فبيبطلوا نكش في بعض، وبعدها بيعرفهم ان ساب الشركه وراح شركه تانية لسه بادئه. فبيبصوا لبعض باستغراب وما بيردوش عليه. تاني يوم جاي بيقابل اشلي وبيقول لها اوعي تكوني زعلانه عشان انا بقيت الليدر وبقيت اعلى منك بقى وكده. فبتقول له يا باشا الامور التافهه دي اصلا ما تهمنيش، المهم اني بقبض مرتبي اخر كل شهر، انما بقى لو فضلت ابص لمين
العبيط اللي خلوه اعلى مني مش هنخلص. فبيقول لها عندك حق برضه، بس لما بيستوعب انها بتشتمه بيتصدم. بعدها كارول بتقول ان ستيف اتوثق له الحساب وبقى عنده العلامه الزرقاء. فاشلي بتتغر في نفسها كده وبتقول انا كنت صح، فيديو واحد عمل الضجه دي كلها. فكارول بتقول لها انها ما نزلتش الفيديو لسه اصلا، ولحظه ادراك ان ستيف بيتسف عليه وكل الناس واخدينه هو ومنتجه محتوى للسف فقط، فبيجروا كلهم عليه عشان يعرفوا اللي بيحصل وبيطلبوا منه يفتح التلفزيون. فاول ما بيفتح بيلاقي برنامج طبخ الشيف الشربيني بيعمل مخلل البروكلي، وفليب فعلا موازي بيكتب الطريقه. بعدها بيغيروا وبيجيبوا قناه اسمها تلفزيون الفضايح، وبيجي واحد يقطع في فروه ستيف والمنتج بتاعه. وفليب بقى في نفس العالم الموازي بضحكه عريضه من الودان دي للودان دي لا تتناسب مع الموقف ولا مع اللي هيقوله دي اصلا. بيقول لستيف بص الناس بتقول ان المنتج زباله بسعر غالي وسيطرت على السوشيال ميديا. فستيف بيبص له بصه اللامبالاه كده وبيقول لهم ايه الضجه دي كلها، وبعدين عادي يعني ده اول رد فعل. البدايه دايما كده وبعدها كل حاجه بتبقى تمام. انا نفسي تمام اهو ومفيش اي حاجه اصلا مأثره فيا. وبيطردهم من المكتب، اطلع بره يلا انت وهو يلا. وجاي طبعا بيقلق عليه وبيقول لاشلي حاسس اننا ما كانش المفروض نسيبه دلوقتي. فبتقول له ان ستيف غير كده خالص وما بتفرقش معاه الحاجات دي. على الناحيه التانيه ستيف بيكون قاعد تحت المكتب يعيط من غير ما حد يشوفه، وبعد ما بيخلص بيروح للثيرابيست بتاعته وبيفضل يعيط لها ويشتكي لها. والست كتر خيرها طبعا ماسكه ايده وبتقول له كلمتين تواسيم بتوع كل حاجه وليها حل بقى وما تفكرش في الموضوع ده خالص. بعدها ستيف بيعدل حاجه في ابلكيشن الخطبه بتاعه وبيسمح ان مستخدمينه يكونوا من كبار السن. تاني يوم في الشركه كلهم بيلاحظوا ان عدد مستخدمين الابلكيشن بيزيد، وساعتها ستيف بيقول انا صح انا صح يا ولاد اللذينه، وبيتجمع بيهم وبيقول لهم احنا هنتمحور تاني، بمعنى انه يغير اهداف الشركه عشان تناسب الموجود دلوقتي. فاشلي بتقول له هي دي المره الكام اللي تمحورنا فيها يا نجم؟ فبيقول لها ما بعدش يا جيمي والله. بتقول له دي التامنه، وعاده يعني ان صاحب الشركه ما بيعملش التمحور ده يا اما بيعمله مره واحده بس في الحياه. فستيف بيقول لها قضي الامر انا خلاص قررت. فكلهم بيكونوا معترضين طبعا، واشلي بتقول له طب ندرس الموضوع بطريقه سويت اكتر من كده، بمعنى انهم يشوفوا ويحللوا مميزات وعيوب الموضوع. فستيف بيقول لهم ماشي اتفضلوا يا جدعان. فكارول بتقول له كبار السن ايه اللي هندخلهم في ابلكيشن يا نجم؟ ده ايه المراهقه المتاخره دي؟ وبعدين اعمل لهم الماركتنج ازاي؟ اوزع لهم انا ازاي اعلانات الابلكيشن مع نظارات نظر؟ واشلي بتقول له ان منتجهم الرئيسي هو اتشافني، معقوله هيسيبه عشان شويه انتقادات؟ بس في النهايه ستيف ما بيقتنعش وبيقول لهم قضي الامر تاني يا جدعان. وفجاه بيظهر موظف اسمه سونج بوم من موظفين التطور في الشركه، بيقول له من الاخر كده لو اتمحورت تاني كل فريق التطور هيستقيل. فجاي بيسال اشلي هو مين ده وايه الثقه اللي بيتكلم بها دي، واشمعنى ده الوحيد اللي ملوش اسم حركي زينا؟ فاشلي بتقول له انه من اهم الناس في الشركه، وستيف بيعمل له الف حساب طبعا وبيشوفه هو عايز ايه. فبيطلب منه يعين حد جديد في فريق التطور وستيف بيوافق وبيخرج يقول للباقيين. ولما بيسالوه طب ننزل اعلان ونشوف حد، بيبص لجيسي السكرتير بتاعه وبيقول له كانه رايح يعمل عمليه وطنيه مبروك يا بطل، وبيسيبهم وبيمشي. وساعتها جيسي بتتغير ملامح وشه وشكلها كده بوادر شلل، لان معروف ان موظفين التطور شخصياتهم مريبه وعالم غريبه الاطوار كده وهزارهم بايخ حتى ومحدش بيحب يشتغل معاهم. اما اشلي فبتروح ورا ستيف هي وجاي وبتقول له يعيد تفكير في اللي عايز يعمله. فبيقول لها انتهت حلول الارض، الامر متروك بقى للعرافه. وبياخدها هي وجاي وبيروحوا العرافه عشان تشوف لهم المستقبل فيه ايه. وطبعا ده كله هري مش محتاج اقول لك صديقي الجميل. واول ما بيقعد قدامها ستيف بتفضل تتكلم وكانها بتحلل شخصيته، وبتفضل تقول في الكلام اللي بيجي على جراحنا كلنا ده صاحب الكل وحيد وشخصيتك اللي جوه غير اللي بره وباينه للناس. وفجاه بتقول له حاجات كده عن حياته فعلا من اول بدايه الشركه والازمات اللي هو مر بيها، وبتقول له انه لازم المره دي يمشي ورا عقله ويعمل اللي هو عايز يعمله وهينجح. فبيشبط الواد في الكلمه وبيشكرها وبيديها فلوس. واشلي وجاي ما بيكونوش عاجبهم الموضوع طبعا، واشلي بتعترض وبتقول له انت هتدمر الشركه بناء على شويه خرافات من عرافه. فما بيردش عليها. فبتقول له انت ما زهقتش يالا من الفشل؟ وساعتها بياخد موقف وبيقول لها تلزم حدودها حتى لو هما بره الشغل فهو مديرها برضه، وبيسيبهم وبيمشي. وبتروح هي وجاي يقعدوا سوا في كافيه وبتقول له انت عارف ايه اللي مصبرنا على الشغل هنا؟ ان عايزه ابقى مستقله واجمع 3 مليار واشتري بيت اعيش فيه والباقي احطهم في الاستثمار بقى وتجيلي فلوس وانا قاعده في بيتي بعمل كيكه البرتقال والسكين كير بتاعي. حياه ولا اروع يالا يا فنان. في نفس الوقت ده جيسي كان قاعد مع موظفين التطور وبيحاول يتعامل معاهم، بس كلهم بيتكلموا بنفس طريقه شات جي بي تي كده، وتحس انهم لاسعين وبيتضايقوا من جيسي لما بيقول لهم انه بيتفرج على انمي. امال بقى لو قال لهم انه بيتفرج على نتفليكس هيعملوا في ايه؟ وبيجي واحد اسمه باركتاي بيتكلم مع جيسي وبيقول له ان هو كمان من موظفين التطوير، بس ما تقلقش يا فنان انا مش زيهم، هم لاسعين شويه بس لكن طيبين وهتاخد عليهم. فجيسي بقى لسه بيقول يا اخيرا حد طبيعي هتعامل معاه، فبيلاقي هو كمان قلب على شات جي بي تي. فبيفضل يضحك كده وبيقول ده بيننا ايام زي العسل، وبياخد بعضه وبيروح لنفس السيرابيست. وواضح كده ان الشركه ماضيه عقد مع السيرابيست دي، وبيفضل يعيط لها هو كمان. وكتر خير
الست برضه بتفضل تديله شويه كلام تنميه بشريه عن تقبل الاخرين والدنيا بتمشي. بعدها اشلي وجاي بيقعدوا مع كارول، واشلي بتحكي لها عن العرافه الغريبه وازاي هي قدرت تحكي حاجات عن ستيف. فجاي بيعمل سيرش على ستيف وبيلاقي ان كل الكلام اللي قالته مكتوب عنه اصلا، وعشان يثبتوا لستيف انها نصابه بيغيروا شويه حاجات كده في اللي مكتوب عنه، وبياخدوا ستيف وبيروحوا لها وبيلاقوها فعلا بتقول الحاجات اللي هم غيروها، فبيتاكد انها نصابه. وطبعا ستيف بيعتذر لاشلي انه كان هيضيع الشركه عشان يمشي ورا نصابه، فبتقول له يا راجل كنت فين من زمان يا جدع. وبيعملوا اجتماع مع مستثمرين عشان يقولوا لهم هيعملوا ايه، لكن المفاجاه ان المستثمرين بيأيدوا فكره التمحور. فاشلي بقى بتقول لا على بركه الله بقى كده كده خربانه. في نفس الوقت ده جاي بيكتشف انه نسي تليفونه عند العرافه، فبيرجع يدور عليه عندها، فبيلاقي بتقول له حب حياتك اقرب ليك مما تتخيل يا فنان، وهتلاقيه مرتبط بحشره او يمكن فرخه او تمساح، وانتوا الاتنين جوه اطار. فبيبص لها باستغراب وما بيفهمش التعويذه اللي هي بتقول عليها دي. تاني يوم بيكون في اجتماع في الشغل، وجاي بيروح متاخر، واول ما بيوصل بيلاقي واحده اسمها مونيكا مديره الاتش ار في الشركه عماله تتكلم وتطبل لستيف، ومحدش بيكون طايقها طبعا، وبتقترح على ستيف يعمل عمله جديده يسميها باسمه ويكون كل تعاملاتهم في الشركه بيها. وكالعاده محدش بيعجب بالفكره غير ستيف المعتوه، وبيقول لهم حس كده بقى المكافاه بتاعتكم بتاعت اخر الشهر هتكون بالعمله بتاعتي. فكلهم بيبتسموا ابتسامه هاديه على عكس انهم بيولعوا من جواهم عادي جدا. وبعدها كارول واشلي بيتكلموا عن مونيكا واقتراحاتها اللي طالعه لهم في البخت دي وسر تمسك ستيف بيها، وبتقول انها حاجه مش معقوله. فكارول بتقول والله دي مش معقوله خالص، بس كارول ما بتكونش مركزه مع اللي بيتقال. هي بتقول على فليب اللي حست انها معجبه بيه فجاه البت الملزقه دي، وعشان احنا في عصر السرعه والانجاز مطلوب كارول بتروح تقول لفليب ايه رايك نتعشى سوا الجمعه الجايه. في الوقت ده اشلي بتكون في بيتها وقاعده عماله تفكر، وبتقول انها سنجل بائسه وحيده وبتحس بالجفاف العاطفي. حتى لما بتقرر تتفرج على فيلم بتفتكر ان التلفزيون نص شاشته بايظه، فبتقول لنفسها انا كنت فاكره ان حياتها هتستقر اول ما اوصل لل30. وبتبص على المكافاه اللي خدتها من الشغل اللي ملهاش لازمه عشان هي بعمله ستيف، وبتقول حتى الفلوس اللي كنت اصلح بيها التلفزيون طارت. لكن علشان الحاجه مخترعه زي ما بيقولوا بتقرر اشلي انها تعمل لهم كانتين محندق كده في الشركه، وبشويه ماركتنج من بتوعها بتقنعهم يشتروا منها اي حاجه. فبتتصور مع جاي وبتقول له اصل احنا ملناش صور مع بعض، وبتخليه يشتري منها الكاميرا اللي اتصوروا بيها، وبتقدر انها تاخد 3/4 عملات ستيف اللي موجوده معاهم. وبالتالي لما حد بيعوز حاجه جوه الشركه تاني مش هيقدر يشتريها، فبيروح يبدل معاها بفلوس حقيقيه. خطه في منتهى الذكاء يا بنت اشلي. وطبعا هي بتبقى مبسوطه ان الدنيا ماشيه معاها زي السكينه في الحلاوه، لكنها لم تكن تعلم ان فرحتها لن تكتمل، لان مونيكا شافت اللي بتعمله وقررت تنط لها في الحوار، وبقت تبيع هي عمله ستيف اقل ما اشلي بتبيعه. لكن اشلي ما بتيأسش وبتروح لستيف وبتقول له انا شايفه ان مونيكا واللي بتعمله ده هيعمل تضخم في اقتصاد الشركه، طول ما هي بتتبع فلوس طول ما الاسعار هتفضل تزيد. وفي وسط الكلام بتقول له انا حاسه ان صحتك ما بقتش تمام، هو انت خسيت يا فنان؟ لا لازم نتاكد. وبتدي له ميزان وبتقول له رايك تشتري مني ده، البتاع ده بيقيس الدهون والعضلات في الجسم، ده كل المشاهير عندهم منه يا جدع. ولان نقطه ضعف ستيف هي المشاهير بيعملوا ايه فبيشتري بسرعه. بعدها اشلي بتكمل خطتها وبتروح تجيب وجبه فراخ معطبره، وبتلف على كارولي وفريد بيها عشان يشموا ريحتها وريقهم كده يجري عليها ويضطروا يشتروها. وبالفعل ده اللي بيحصل، وساعتها جاي بيشوفها وبيركز معاها وبيفتكر الصوره اللي اتصوروها وكلام العرافه، وبيقول صورتنا جوه اطار وادي الفراخ واشلي لقبها حشره المال. هيعقل اشلي هي حب حياتي، بس بيلاقي ان في كل مره لازم يظهر سونج بوم. فجاي بيقول لا يا رب ان شاء الله اللي في بالي غلط. وتاني يوم اشلي بتلاقي ان مونيكا ما بتوقفش طباعه فلوس، وكل شويه اسعار الحاجه تغلى، وبقت خلاص مش عارفه تعمل ايه. ومش بس كده، ده مونيكا بتعمل عمله افتراضيه كمان. فاشلي بتحاول تقاوم اللي بيحصل وانها خلاص بتفلس، وبتقول لنفسها قومي يا بت تشتري بكل فلوسك العمله الافتراضيه الجديده دي، واكيد سعرها هيعلى وهتكسبي بقى. فبتروح بكل ما تملك تشتريها فعلا، بس عشان المنحوس منحوس اول ما بتشتريها سعرها بيقل وبتخسر فيها. فبتقعد البت تبكي في الزاويه. بالليل كارولين بتكون هتخرج مع فليب، بس اول ما بيطلعوا من باب الشركه فيليب بيلاقي حبيبته مستنياه، فبيعتذر لكارول وبيقول لها انه نسي يقول لها. فبتقول له حبيبتك لا هفن انت بقى مفيش حاجه يا فنان. تاني يوم اشلي بتتفاجئ ان مونيكا بتقول انهم خلاص هيلغوا حوار العملات ده، وانها كانت لعبه احتفالا بعيد ميلاد الشركه بس وخلاص. لكن ده ما بيكونش الحقيقه. وبنرجع فلاش باك امبارح لما اشلي كانت قاعده تعيط. جاي بيشوفها وما بتهونش عليه، فبيروح لمونيكا وبيقول لها تلغي حوار العملات ده. فبتقول له معلش مش واخده بالي، مين حضرتك؟ حضرتك شخصيه مهمه في المكان يعني عشان اسمع كلامك. فبيوريها فيديو ليها وهي بتشتم في ستيف، وبيقول لها طب وكده؟ فبتقول له ده انت تأمرني يا باشا، وبتعمل له فعلا اللي هو عايزه. بعدها اشلي بتبقى مبسوطه ومزاجها بيروق، وبتتكلم هي وكارول عن مسلسلهم المفضل. وجاي بيبقى قاعد باصص عليها ومتابعها طبعا، وبيعجب بيها اكتر من الاول الواد الملزق ده. تاني يوم ستيف بيلاقي رساله من مذيع لبرنامج مشهور اسمه ربع ساعه لتغيير رايك بعتاله، فبيفرح جدا وبيطلع جري عشان يروح لباباه ومامته يعرفهم انه هيطلع في التلفزيون.
التلفزيون، واللي بيكون عندهم شركة محاماة وصارمين جدا في شغلهم، وبيفضل مستنيهم لحد ما بيخلصوا الاجتماع. ولما بيجي يقعد معاهم ولسه هيقول لهم انه هيطلع في التلفزيون، بيلاقي اخوه جه، وكل اهتمام ابوه وامه راح لاخوه، وده لانه محامي زيهم، وبيكونوا مبسوطين بيه جدا لانه بقى ترند واتشهر والناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا. اما ستيف لما بيقول لهم انه هيطلع في برنامج قريب فما بيلاقيش منهم اي اهتمام. في نفس الوقت جاي واشلي بيكونوا في فصل كبار السن عشان يعلموهم ازاي يستخدموا التليفون، وستيف بيكلمها بيقول لها تدور على مدرس كويس يدرس لهم الادب، فبتجيب لهم مدرس ممل الناس بتنام منه وهو بيشرح. وساعتها جاي بيتدخل وبيجيب هو مدرس تاني اسمه بارك، واول ما بيدخل الفصل بياكل بعقلهم حلاوه، وبيقول لهم فصل كبار السن ايه بس ده انتوا اصغر مني يا جدعان، وبيخليهم يتفاعلوا معاه وبيشرح لهم بالغنى. فبيقولوا له ايوه كده يا شيخ، شهيص لنا الموضوع كده. تاني يوم ستيف بيروح على ميعاد اللقاء وبيكون على طبيعته وبيتصرف بكل عفويه اول ما بيشوف المذيع، وبيقول له انه بيك فان ليه، لدرجه ان الراجل بيستغرب تصرفاته وبيقول له استعد عشان كمان 5 دقايق هيطلع. وبيبعت لباباه ومامته رساله بميعاد عرض البرنامج، وبعدها بيطلع قدام الجمهور وبيكون متوتر جدا لكنه بيفتكر كلام السيرابست بتاعته اللي كانت بتقوله يدوب الجليد بينه وبين الجمهور عشان يكون قريب ليهم ويحبوه بقى. فبيعمل بنصايحها، ولما بيخلص بيلاقي بنت من البرنامج بتكلمه وبتقول له ان الحلقه بتاعته هيذيعوها على جزئين، وبتطلب منه يجي يسجل معاهم تاني لان رد فعل الجمهور كان كويس جدا. فستيف بيتبسط جدا والفرحه ما بتكونش سايعاه، بس مفيش شويه والبنت بتبعت له انهم هيلغوا الحلقه بتاعته ومش هيذيعوها لان مذيع البرنامج متهم بسرقه اغنيه، والقناه مضطره تمسح كل الحلقات بتاعه برنامجه. فبيركن هو على جنبه وبيفضل باصص للرساله اللي بعتها لباباه ومامته في حسره، وبيدخل في اكتئاب بقى لدرجه انهم في الشركه بيلاحظوا ده عليه. وكارول بتشوف خبر اتهام المذيع فبتفهم هو ليه مكتئب، وبتدخل تقول له انها هتساعده، وبتقول له انهم هيروحوا للراجل اللي متهم المذيع بالسرقه ويدوا فلوس مقابل انه يقول ان المذيع ما سرقش ولا حاجه، وبكده الحلقه هتنزل عادي. وبيروحوا المكان بعيد لحد ما بيلاقوا الراجل ده اللي بيقول لهم انتوا عايزين نبيع اغنيه تعبت فيها وسهرت الليالي عشان اكتبها بشويه فلوس؟ لا يا باشوات لا، فلوس الدنيا كلها مش ممكن تقدر تمن مجهودي. قلتوا لي بقى عايزين الصوره سيلفي ولا عاديه؟ في نفس الوقت كان بارك هو ومدرس الادب الاول عمالين يشتموا بعض بالبلاغه، تشبيه بقى واستعاره مكنيه وشعراء يعني مش هزار. وجاي واشلي مستخبيين وعمالين يتفرجوا على المسرحيه الشعريه اللي بيعملوها دي، بس الموضوع بيتطور منهم. المدرس الاول بيقوم يعض بارك من ودانه، وساعتها جاي واشلي بيتدخلوا وبيحشوا بينهم. بعدها بارك مش بيحترم نفسه، لا بيقعد يعاكس في اشلي وبياخد رقمها كمان، وجاي طبعا الغيره هتنط من عينه وبيقول له قال له يا بارك اخبار حبيبتك ايه؟ فبارك بيقول له طب سلام عليكم وبيسيبهم بقى ويمشي. تاني يوم صور ستيف والمذيع هو والراجل التاني صاحب الاغنيه بتنزل والحلقه بتتذاع في ميعادها والكل بيشوفها، وبيشوفوا قد ايه ستيف شخص عفوي واللي في قلبه على لسانه وهو بيحكي عن معاناته في حاجات كتير عشان يوصل، وما بيقدرش يمسك دموعه الحساس لانه اتاثر. وبيشكر كل الموظفين اللي شغالين معاه وبيقول ان لولاهم ما كانش حاجات كتير هتتحقق. في نفس الوقت كارول بتكون بتتفرج هي وفليب اللي بيقول لها ما يلا نتغدى سوا، فبتعتقد ان قصده يتغدوا مع باقي التيم بس بيطلع قصده يتغدى سوا لوحدهم، فما بتكونش فاهمه هو بيعمل كده ليه بس بتروح معاه. بعدها جاي واشلي بيكونوا واقفين في فصل كبار السن اللي بيقراوا عليهم رسائل هم كتبوها بعد ما اتعلموا القرايه والكتابه، وبيكونوا كاتبين فيها قد ايه هم مبسوطين انهم بقوا يعرفوا يقراوا ويكتبوا. وتاني يوم ستيف بيتفرج على فيديو لواحد اسمه لي جون هو رئيس شركه ماجنيتا، وبيكون واضح على ستيف انه مش بيحبه وبيعمل ريبورت على الفيديو بتاعه. بعدها ستيف بيعمل مقابله مع موظفين جداد للاتش ار، بيكونوا شاب اسمه بنزي وبنت اسمها ويتني والراجل كبير اسمه كيم. الولد بيكون عادي ما فيهوش اي حاجه مريبه والبنت جايه تشقط جاي. اما كيم فبيكون راجل غريب ومثير للشك ومكتوب في السي في بتاعه انه كان شغال مدير في شركه استثمار كبيره، فايه اللي هيجيبه هنا دلوقتي في وظيفه اقل؟ وبيسالهم عن استثمارات الشركه ولو عندهم خطط بديله لو الابلكيشن بتاعهم فشل. فستيف بيشك فيه وبياخد جاي واشلي بره وبيقول لهم ان الراجل ده اكيد مستثمر وجاي متنكر عشان يمسك عليهم غلطه زي ما حصل في شركات تانية الفتره دي. بعدها كارول بتكون قاعده مع اصحابها وبيتريقوا عليها وبيلقحوا انها كانت مرتبطه بواحد حرامي ومسجون دلوقتي، وبيقولوا لها انهم هيتجمعوا الاسبوع الجاي كل واحده بحبيبها وبيتكوا لها قوي كده على حبيبها. فبتقول لهم بكل ثقه طب وايه المشكله ما انا هجيب حبيبي. تاني يوم في الشركه بيجي واحد بيزعق في كل الموظفين وبيرمي اي حاجه تيجي في وشه وبيسال عن ستيف، واول ما ستيف بيجي بيديله بالقلم وبيقول له ان مامته هربت بسبب الابلكيشن بتاعه وبيقلل من فكره الابلكيشن وبيقول له حب قل الناس رجلها والقبر. فستيف اخيرا بيتعصب وبيقول له لا تغلط فيا ماشي، تغلط في الشركه اوكي، انما تقول ان كبار السن ما لهمش حق في الحب لا بقى ما اسمحلكش ابدا تقول حاجه زي كده. وبيتاثر قوي، فالراجل هو كمان بيتاثر وبيقعد يشكر في الابلكيشن انه سريع وبيوفر خدمات مفيش ابلكيشن تاني بيوفرها، لدرجه ان كبار السن بيقعدوا عليه ليل نهار. وبيطلع في الاخر الراجل ده ممثل اساسا ستيف جايبه عشان يعمل الشو ده قدام كيم. بعدها كارول بتطلب من فيليب انه يمثل انه حبيبها، فبيقول لها لا طبعا استحاله هعمل كده. فبتقول له لعلمك انت ما بتعملش كده عشاني، انت بتعمل كده عشان مصلحه الشركه، انت لو ما عملتش كده انا هتوتر وانا لما بتوتر بتعب.
بتعب، ولما بتعب مش هقدر اجي الشغل، ومن غير الشركه دي هتنهار. فبيقول لها لا اقتنعت فعلا، وبيروح مع التجمع ده وما بيكونش عارف يمثل انه حبيبها، وبيتقفش لما ما بيعرفش اسمها الحقيقي لانه متعود على اسمها الحركي بتاع الشغل. وساعتها كارول بتحاول تلم الموضوع بس اصحابها ما بيصدقوهاش وبيعزموهم على تجمع تاني عشان يتاكدوا. وساعتها اشلي بتطبع كتاب فيه معلومات عن نفسها وبتقول لفليب اتفضل احفظ قصفتنا بقى يا نجم. فبيقول لها حضرتك ده اكبر من كتاب الجغرافيا بتاع تالتة اعدادي. تاني يوم بيكون في اجتماع ستيف عامله مخصوص عشان يظهر قد ايه هو مدير كويس قدام كيم. فبيدخلوا عليه بيلاقوه بيزعق لجيسي انه طبع على ورق جديد، وهو قال انهم يعملوا اعاده تدوير للورق القديم عشان هم ناس يهمهم صحه البيئه. بعدها بيصالحوا عشان هو مدير طيب جدا، وبيدي لباقي الموظفين باقي اليوم اجازه عشان هم تعبانين جدا برضه. ومش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي كمان، ده بيدوم الفيزا بتاعته يطلبوا اكل على حسابه. وجيسي بقى بيستغل الوضع ما هي هيصه وبيطلب منه العربيه البورش بتاعته. فستيف بيديله المفتاح وهو بيصغر له كده من جواه وبيقول له انا هعرفك بس اصبر عليا. بعدها كارول وفليب بيروحوا التجمع وبيلاقوهم عمالين يتناقشوا في كتاب وحاجات ادبيه فيليب ما يعرفش عنها حاجه، فلما بيتكلم بيفضلوا يضحكوا عليه. وكارول بتكون مكسوفه جدا لحد ما واحد بيشرق من كتر الضحك وبيكون هيموت فيها لولا فليب بيعمل له اسعافات اوليه وبينقذه. وكارول بتكون فخوره بيه جدا وبتهزق صحابها وبتقول لهم ان فليب بدل ما يركز في شويه تفاهات اتعلم له حاجه مفيده يقدر ينقذ بيها حياه انسان، مش زيكم يا شويه تافهين. تاني يوم بيكون في اجتماع ستيف مع اصحاب الاسهم بتاعه الشركه وبيشوف لو في اي حد عنده اسئله او اقتراحات. وما بيكونش حد عنده اي اقتراحات وخلاص بيكونوا هيخلصوا الاجتماع، بس بيدخل عليهم فجاه صاحب اكبر اسهم في الشركه وبيقول لستيف ان الشركه ارباحها مش قد كده، وبيقترح عليه يعمل شراكه مع شركه بتاع الجنازات. وبيتريق وبيقول له بما ان الابلكيشن بتاع كبار السن فده انسب حاجه نحطها في الابلكيشن اهو نخليهم ما يشيلوش هم جنازاتهم بالمره. لكن ستيف بيعترض على كلامه السخيف وبيقول له ان هدف الابلكيشن انهم يكونوا مبسوطين مش انه يفكرهم انهم شويه وهيموتوا. فالراجل بيعترض وبيتقمص وبيمشي. وساعتها بيجي رساله لستيف على موبايله من شركه تمويل اسمها جايس كابيتال مكتوب فيها انهم اختاروا ماكوم عشان تدخل التمويل السنه دي. ولسه ستيف بيستوعب بيلاقي بنزي بيسقف من بعيد وبيقول لماكوم انه مدير شركه جايس كابيتال وانهم نجحوا في اختبار التقييم، وبيتاسف لهم انه مثل عليهم انه جاي يشتغل بس ده كان جزء اساسي من اختبار التقييم. فكل الموجودين بيفرحوا جدا وما بيكونوش مصدقين لحد ما وينز بيصدمهم وبيقول لهم ان جايس كابيتال هتمولهم ب5 مليون بس. فستيف بيقول في دماغه يعني اللي هو الليله دي كلها على 5 مليون؟ ده انا صرفت فلوس اكتر من كده بس عمرنا ما نروح نقول يا جدع. بعدها كارول بتركب عربيتها عشان تمشي وبتغير اسم فليب على التليفون بعد ما كانت مسميه حبيبي عشان المسلسل اللي كانوا عاملينه، وبتحاول تطلع من الزنقه اللي العربيه مزنوقه فيها دي لكنها بتطلع معتوهه وما بتعرفش. وساعتها فليب بيظهر وبيركب العربيه مكانها وبيقول لها انه هيتصرف، وبيلاقي اخته بتكلمه في التليفون فبيقول لها انه مع حبيبته دلوقتي. فكارول بتقول له ان خلاص المسلسل خلص يا نجم، فبيقول لها انه بيحبها بجد وعايز يرتبط بيها. وساعتها بيخبط العربيه وبيطلع هو كمان اصلا عيل تعبان ما بيعرفش يسوق. في نفس الوقت ده بنزي كان عمال يفتكر هو شاف جاي فين قبل كده وبيفتكر انه شافه مع لي جون هو وبيستغرب هو ايه علاقه جاي بجون. في نفس الوقت برضه جاي بيجيله مكالمه تليفون من رقم مسميه باسم بنت هاي وبيتوتر جدا اول ما بيشوفها، فبيطلع بسرعه بره الشركه وبيبعت رساله للرقم اللي بيتصل بيه انه هيكلمه بعدين. لكن بيلف وراه وبيلاقي جون اللي بيقول له هتكلمني بعدين ليه يا فنان. تاني يوم ستيف بيطلب من اشلي انها توصل لكل الكابلز اللي ارتبطوا من الابلكيشن وتصورهم سوا وتظهر علاقتهم الجميله اللي ابتدت من الابلكيشن. وبيروح جاي وجيسي معاها وبيقابلوا اول كابل اللي بيبقوا عاملين زي عصافير الكناريا كده ناقصهم بس 2 ليمون وكده كده الشجره موجوده. واشلي بتصورهم وهم بيتكلموا عن ازاي اخيرا لقوا حب حياتهم الاخير وهيكملوا سوا لحد اخر يوم في عمرهم، بس عشان خلقهم ضيق بيتخانقوا. فاشلي وجاي بيقطعوا تصوير وبيقولوا كات كده هايل جدا يا جدعان نمشي احنا بقى بسرعه قبل ما يشدوا شعر بعض. ويطلع كل ده في التصوير وبيروحوا يقعدوا سوا وبيتكلموا عن العلاقات. واشلي بتقول ان اكتر حاجه بتكرهها في الحياه الكذب، فالكلمه دي بتيجي جاي على الجرح وبتوتره. وبيفتكر امبارح لما قابل جون وهدده انه لو ما جابلوش اللي هو عايزه في خلال اسبوع هيعرف ستيف انه مجرد جاسوس، وبيفضل سرحان. فاشلي بتقول له انت كويس؟ فبيقول لها اه انا زي الفل. وبعدها بيكملوا جولتهم في تصوير الكابلز. وفي نص اليوم جاي بيلاقي جون بيرن عليه تاني وما بيكونش عارف يعمل ايه، وبيلاقي جيسي جاي فجأة فبيخبي التليفون. فجيسي بيقول له انه عارف انه مخبي حاجة وهو عارف الحقيقة. فجاي لسه بيقول له انا هفهمك والله، وكان هيقر ويعترف بكل حاجة. فبيلاقي جيسي بيقول له انا عرفت انك مش عامل لي فولو على الانستجرام. فجيسي بيبص له كده وبيقول له حاضر يا حبيبي هعمل لك ما تعيطش بقى. وبتيجي اشلي تقول لجاي شكلك ما فطرتش من الصبح، انا عامله لك اكله هتاكل صابعك وراها. ولسه هتطلع علبه الاكل بتلاقيها فاضيه. فجيسي بيقول لها اصل كنت جعان فقعدت انانا فيهم. فبتقول له تنانا؟ امال لو مش هتنانا كنت كلتنا احنا شخصيا. بعدها بيكملوا جولتهم في تصوير كبار السن اللي بيتكلموا عن الحب وقد ايه الحب جميل واحنا بتوع العصافير بصوت نانسي والكلام ده بقى. وجاي واشلي طبعا بيحس ان الكلام ده بينطبق عليهم بالظبط
وشكلهم كده وقعوا. في نفس الوقت ده بيكون في موظف جديد انضم لفريق التطوير في الشركة، وبيكون اسمه المستعار طالب المرحلة المتوسطة، وبيكون شخص ذكي جدا وعنده خبرة كبيرة بالرغم من صغر سنه، لكنه غريب الأطوار، أغرب من موظفين التطوير نفسهم، وما بيكلمش حد، وبيستفز كل الموجودين ببروده، لدرجة إن 2 من الموظفين كانوا هيضربوه لأنه ما بيردش عليهم، وستيف ومونيكا بيلحقوه قبل ما يتضرب، وبتحاول مونيكا تهدي الوضع وبتقول لهم هو بس عشان صغير فتفكيره أكيد مختلف، بس بتلاقيه ما بيردش عليها في أي حاجة غير إنه بيصلح لها نطق كلمة بتقولها، فبتتعصب عليه وبتبقى عايزة تضربه. فستيف بيقول لها عيب يا مونيكا، ما يصحش، احنا لازم نتقبل اختلاف في تفكير الأجيال الجديدة، ولسه بيدافع عنه، فبيلاقيه بيستفزه هو كمان، فبيكون عايز يضربه هو كمان، والباقيين بيحشوا عنه. بعدها بيهدوا وبيشوفوا خطته في تطوير الابليكيشن، فبيشرح لهم انهم لازم يضيفوا خدمات على الابليكيشن تكون مدفوعة، زي تذكير بمواعيد الادوية، وخدمة مسح الرسائل بعد ما تتبعت، وخدمة تانية اللي هي يشوفوا الرسائل الممسوحة، وكل حاجة من دول طبعا بسعرها. وبيقترح كمان نظام التصنيف، وهو عبارة عن انهم بيصنفوا المستخدمين على حسب حاجات كتير بهدف انهم يخلوا الناس المتشابهة تظهر لبعض بسهولة. وبيتكلم عن خدمات تانية كتير بس مش هيقدر يوضحها غير لما يكون ليه 9% من اسهم الشركة، فستيف بيتفاوض معاه لحد ما بيوصل ل4.9 بس، وده بيكون انجاز بالنسبة لهم. في نفس الوقت ده برضه كارول بتروح تقابل بورا اخت فليب على ما هو يخلص حاجة مهمة بيعملها، واللي بيكون عندها اكتيفيتي في المدرسة، عاملين كأنهم محكمة وفي متهم وقضاة، وبورا بتكون محامي دفاع، وشغل مدارس انترناشونال كده ملناش دعوة بيها صديقي الجميل. وبتروح كارول وبتحاول تشجع بورا، بس هي ما بتكونش طايقاها، وبتبقى من العيال الرخمة كده اللي بتتكلم في حاجات اكبر من سنها، وبتحاول كارول تقرب منها، بس البت الرخمة دي بتصدها، لحد ما في اخر اليوم كارول بتساعدها عشان تكسب القضية، فبورا بتفرح وبتقرب لها، وهما الاتنين بيفضلوا يرغوا سوا وهم مروحين، وفليب بيبقى نايم ورا في العربية عادي جدا. وفي نهاية اليوم في الشركة كل موظفين التطوير بيكونوا قاعدين يتغدوا سوا، وطالب المرحلة الثانوية قاعد لوحده محدش طايقه، بس كيم وستيف بييجوا يقعدوا وبياكلوا معاه، وبيحاولوا ما يحسسوهوش انه مكروه عشان يستفيدوا من ذكائه. اما جاي واشلي بيكونوا مروحين سوا، وجاي بياخد علبة الاكل بتاعت اشلي وبيقول لها انه المرة الجاية هو اللي هيعمل لها اكل، وبيضحك وبيركب المترو. تاني يوم ستيف بيعمل لموظفين الشركة رحلة مفاجأة، وبيقول لهم ان حس انهم بيمروا بفترة صعبة وهم مستنيين قرار تمويلهم، فقرر انهم يفصلوا شوية وهتكون رحلة مدفوعة الاجر، فطبعا طالما اجازة ومدفوعة فكلهم بيفرحوا. بعدها الباص بيطلع وستيف بيكون قاعد لوحده وبيفتكر فلاش باك لذكريات من 7 سنين لما كان هو وجون صحاب وشغالين في شركة ماجنتا، وكان جون عايز ستيف يجمع بيانات صوتية للعملاء بتوعه، لكن ستيف ما بيكونش موافق، وساعتها جون طرده من الشركة. بعدها الباص بيوصل وكلهم بيبداوا يظبطوا الحاجات اللي جايبينها، وبيروحوا يلعبوا كرة سوا، وبعدها بيقعدوا يتغدوا، وساعتها اشلي بتقول لستيف ان الرحلة دي وراها حاجة مش كده، فستيف بيبص لها وبيسرح فلاش باك من اسبوع وهو ستيف بيلعب جولف عادي جدا، فبيقابل جون اللي بيقول له مش معقول الصدف دي يا جدع، بقالنا كتير جدا ما تقابلناش. فستيف بيقول له من ساعة ما طردتني من الشركة. فجون بيقول له يا راجل ما يبقاش قلبك اسود كده، وبعدين ما الدنيا ماشية معاك حلاوة اهي بسبب الابلكيشن الجديد، وبيتكلم كمان عن حوار التصنيف الجديد. فستيف بيسأله هو عارف ازاي، والموضوع ده اصلا ما اتكلموش فيه غير في الشركة. فجون بيقول له ايه، طب استأذن انا بقى. وبعدها ستيف بيلاقي ان في حد دخل مكتبه وحاول يخش على اللابتوب بتاعه، فبيعرف ان في جاسوس ما بينهم، وبيقرر يعمل الرحلة دي عشان يكتشف هو مين. بعدها بيتجمعوا كلهم وبيلعبوا سوا لعبة زي الصراحة، وبيحطوا الموبايلات بتاعتهم كلها على ترابيزة، والموبايل اللي هيجيله اشعار يشوفوه كلهم ويسألوا صاحب الموبايل عن اي حاجة تخص الاشعار ده. فبيجي لجيري رسالة من جون اللي متسجل باسم هايلي، وساعتها كل اللي قاعدين بيسألوه مين دي، ولما بيسكت بيقولوا انها حبيبته اكيد، وجاي طبعا ما بيعلقش، فاشلي بتقول السكوت علامة الرضا، وبتاخد الصدمة انه طلع مرتبط. بعدها بيجي اشعار لستيف وبتكون ميموري من 2015 مع مراته، فبيتضايق جدا وبياخد تليفونه وبيطلع يقعد بره وهو مش قادر ياخد نفسه، وبيفتكر لما راح لاخوه يطلب منه سلفة بعد ما اتطرد من الشركة، واخوه ساعتها قال له انه يكتب لمراته نص املاكه ويطلقها، وساعتها يقدر يقدم طلب افلاس وياخد من وراه فلوس. لكن ستيف ما بيكونش عايز يعمل كده لانه بيحب مراته، فبيقول لاخوه انه مش عايز منه مساعدة خلاص. واول ما بيطلع من الباب بيلاقي مراته بعتله رسالة بتقوله انها مش قادرة تستحمل العيشة معاه اكتر من كده، وبتطلب منه الطلاق. بعدها بيجي جاي وبيطمن على ستيف وبيقول له انه عارف اللي مضايقه، وان الفلاش باك والذكريات الحزينة اللي بتيجي فجأة دي بتقلب للواحد موده. وبيفتكر جاي هو كمان لما كان مدير تنفيذي الشركة وعدى بوقت صعب والشركة كانت قربت تفلس، وساعتها شركة ماجنتا بعتت واحد يضغط عليهم عشان يشتري شركتهم. تقريبا جاي كده كان جاي يزود هم ستيف مش يواسيه. وبعد حنفية الذكريات المؤلمة اللي اتفتحت دي بتيجي لستيف رسالة ان توافق على تمويل ماكم، وساعتها جاي بيحضن
بيحضن ستيف وهو مبسوط، وباقي الموظفين بيفرحوا جدا وبيحتفلوا ما عدا اشلي اللي بتكون قاعده على جنب ومتضايقه. فجاي بيروح يقعد جنبها وبيقول لها ان هايري مش حبيبته ولا مقربين ولا اي حاجه من دي خالص. فاشلي من جواها بتكون بترقص من الفرحه بس بتعمل نفسها تقيله وبتقول له طب وانت بتقول لي انا كده ليه؟ فبيقول لها انا حبيت بس اعرفك عشان حسيت انك فهمت غلط. فاشلي بتقول له هفهم غلط ليه وانا مالي اصلا؟ فجاي بيقول لا ما بيديهاش بقى وبيطلب منها ينزلوا ديت سوا. وساعتها الشماريخ بتتضرب في السماء فبيقول لها بصي اهي اشاره اهي. تاني يوم بقى ستيف بيصحى وبيلاقي جاي بيشرب قهوته في روقان. فبيقول له ما ترن لي على تليفوني كده اصل مش لاقيه بس على رقم التاني، وبيديله رقم ولما جاي بيكتبه بيطلع رقم جون. فستيف بيقول له قفشتك. فبيطلب جاي منه انه يقعد معاه وبيقول له انه كان فاتح شركه هو واصحابه بعد الجامعه، وماجنتا طلبت تشتري الشركه وانها تسحب الاسهم بتاعتها وما كانش فيه اي حل غير انه يوافق. وساعتها اشتروا الشركه بالموظفين اللي فيها، وكانت الطريقه الوحيده اللي يحرر بيها الموظفين دول انه يسمع كلام جون ويكون جاسوس. لكنه من وقت ما دخل الشركه وهو ما قالش اي حاجه لجون. الغريب ان جاي بيحكي ستيف كان عمال يضحك. فجاي بيساله هو بيضحك ليه؟ فستيف بيسكت كده وبيقول له لا ولا اي حاجه، وبيساله هو كان عايز يعرف ايه ولسه جاي هيرد عليه. فستيف بيقول له خلاص انا هعرف بنفسي، وبياخده وبيروح على بيت جون اللي بيكون بره. ولما بيجي بيلاقي جاي واقف مستنيه فبيقول له انت هتلعب معاه ولا ايه؟ ولسه هيهزقه كالمعتاد. ستيف بيظهر بقى وبيقول له هاي، وبيفضل طبعا ستيف يضحك وبيقول لجون انا مش لاقي مبرر بصراحه انك بتتجسس على شركه صغيره زي شركتي وانت عندك شركه كبيره جدا زي ماجنتا، طول عمرك عندك عقد نقص وشايفني اعلى منك. ساعتها جون بيموت على نفسه من الضحك وبيقول له انت عبيط يالا ولا ايه؟ هتجسس عليك انت ليه؟ انا بس بعت العبيط ده عشان حاجه تانية خالص وهي البيتكوين. فستيف بيستغرب وبيفتكر زمان لما كان هو لسه المدير التنفيذي لماجنتا وجون عمل صفقه للشركه وخد فلوسها بالعمله الرقميه اللي هي البيتكوين. وساعتها ستيف هو اللي عمل باسورد الاكونت اللي عليه العملات، وعشان كده جون كان بيحاول يوصل للباسورد ده. فستيف بيفتكر كل ده وبيقول له يا شحات الهليله دي كلها عشان شويه عملات رقميه؟ فجون بيرد عليه وبيقول له والله ما حد شحات وعبيط غيرك يا نجم، شويه العملات الرقميه دي تعمل لها 50 مليار دلوقتي. فستيف طبعا بيتخض من الرقم ده، وجون بيقول له ان في 10 محاولات بس انه يدخل الباسورد وهو جرب 7 وباقي 3 والامل دلوقتي فيك انت. فستيف بقى بيديهم الصدمه وهو انه مش فاكر الباسورد اصلا، وبيخرج هو وجاي اللي بيعتذر لستيف وبيمشي بسرعه وبيروح على البيت فبيلاقي علب الاكل بتاعت اشلي. فبيبتسم ابتسامه كده ان هو اشتاق لها يعني والهبل ده. في نفس الوقت اشلي بتكون في الشركه وبتدور على جاي وبتبعت له طبعا ما بيردش. فبتروح تسال كارول فبتقول لها انت ما تعرفيش انه جاسوس؟ فبتاخد الصدمه هي كمان وبتفتكر امبارح والديت اللي وعدها بيه وبتقول طب كنا ننزل طيب الاول وبعدين يكتشفوا انه جاسوس. بعدها ستيف بيروح لمركز تنويم مغناطيسي عشان يفتكر ذكريات زمان، يمكن يفتكر الباسورد، وبينام مغناطيسيا وبيفتكر لما كان مروح بيته ونسي الباسورد اللي هيفتح له باب الشقه. وساعتها اتصل بمراته واديته كلمتين في وشه لان الباسورد ده هو تاريخ جوازهم، وبتسمعه شويه كلام من بتوع ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. وبيرجع لستيف شويه ذكريات منيله زي دي. وبعدها بيروح لجون وبيحاول المحاوله الاولى انه يكتب تاريخ انشائه للشركه بس الباسورد بيكون غلط، فبيحاول المره الثانيه بس برضه بيطلع غلط. وساعتها جون بيتجنن وبيفضل يهزق في ستيف وبيقول له انه دايما بيبوظ كل حاجه. وساعتها ستيف بيفتكر كلام مراته وهي بتهزقه على عيد جوازهم، وبيفتكر ان الباسورد كان باسمها وبيكتبه فبيطلع صح اخيرا. وساعتها جون بيبقى طاير من الفرحه وبيحضن ستيف. في نفس الوقت ده اشلي بتروح لجاي البيت واول ما بيفتح لها بتقول له اتفضل اعتذر مرتين، مره عشان كنت جاسوس والتانية عشان كنت ندل وما جيتش الديت. فبتقول له اتفضل قول بقى انك معجب بيا وعايز نرتبط. فبيبص لها باستغراب ولما بيلاقيها وفرت عليه كتير كده فبيقول لها ماشي وبيقرروا يرتبطوا. بعدها ستيف بيبقى من اغنى الاغنياء والفلوس بتجننه فبيفضل يعمل لنفسه سيشنات وحاجات تافهه كتير، وباقي الموظفين ما بيكونش عاجبهم الوضع وبيبقوا عايزين يعملوا حاجات كتير للشركه بس كل واحد عايز يعمل حاجه مختلفه عن التاني، وكلهم بيروحوا يكلموا ستيف عن طلباتهم في وقت واحد وبيفضلوا يتخانقوا. فستيف بيسيبهم وبيروح يكمل تصوير. وساعتها اشلي العقل المدبر بتيجي وبتقول لهم انهم لو عايزين حاجه من ستيف مش هياخدوها بالطريقه دي، وبتطلع لهم كتاب اسمه 50 ظل من ستيف هي اللي مؤلفاه بناء على خبرتها والسنين الكتير اللي اشتغلتها مع ستيف، وبتبدا تشرح لهم حاجات لو عملوها مع ستيف هيخلوه يعمل لهم اللي هم عاوزينه، بس كلها بتتلخص حوالين التطبيل. من الاخر يعني يبقوا احمد موسى ليه يخلوه يرشح لهم فيلم على ذوقه وينبهروا بيه ويطبلوا له ان ازاي ذوقه متنوع كده وما يعدلوش على اي كلمه يقولها اطلاقا، ويحسسوه دايما انه بطل خارق وبيفهم كل حاجه. ولما يعمل الاجتماعات السخيفه اللي بيعملها عشان يقول الاقوال المؤثره اللي هو حافظها امبارح تفتحوا بقكم جامد كده من الانبهار. فبيفضلوا يعملوا كده طول اليوم فعلا، وبيتفاجئوا بانه عامل تمثال لنفسه فبيحطوا ايدهم على قلبهم لا يكون صرف كل الفلوس على التمثال ده، بس اشلي بتساله على ثمنه وبيطلع ما صرفش الفلوس كلها، وبيفضل فيليب يصوره جنب التمثال بتاعه ويطبل له
وعلى اخر اليوم بيكونوا كلهم مروحين سوا، وجيسي بيحاول يطلع العربيه من الجراج، وساعتها ستيف بيقول له ان المكان ضيق ومش هيجيبه والعربيه هتتخبط، لكن جيسي بيتعمد ما يسمعش الكلام وبيخبط العربيه. فستيف بيفضل يقول له مش انا قلت لك، والكل بيفضل يلوم جيسي ويطبل لستيف، ودي واحده من الحاجات اللي اشلي قالت لهم يعملوها، وستيف طبعا بيتبسط من التطبيل ده. لكن بعدها جيسي بيتسحب من لسانه وبيطلب طلبه، وساعتها ستيف بيكتشف انهم بيعملوا كده عشان طلباتهم وبس، وبيتضايق جدا وبيمشي. على الناحيه التانيه في شركه ماجنتا، جاي بيكون رجع يشتغل فيها، بس رجع يشتغل عامل نظافه حمامات هو وكل التيم اللي كان في شركته، وبيحس جيب بالذنب ناحيه صحابه، فبيروح لجون وبيقول له انه لو عايز يعاقب حد فيعاقبه هو ومالوش دعوه بزمايله، ويسيبهم شغالين في مناصبهم عادي. فجون بيبص له وبيضحك وبيقول له ما للاسف خلاص، لكن جاي ما بيكونش فاهم في ايه. تاني يوم كلهم بيروحوا يعتذروا لستيف اللي بيفاجئهم وبيقول لهم ان الفلوس اللي معاه كلها اتصرفت، فبيقولوا له لا ثواني اتصرفت كلها في ايه معلش. فبيبص لجاي وزمايله اللي بيجوا وبيقول لهم اشتريت شركه جاي. طبعا اشلي بتزقطط والباقيين برضه بيتبسطوا، وبيعزمهم ستيف في بيته بالليل عشان يحتفلوا، وجاي بيشكر ستيف وبيعتذر له وبيساله هو عمل معاه كده ليه. فستيف بيقول له ما بحبش اتكلم في الشغل بره المكتب، انجوي بقى انت يا جدع. تاني يوم ستيف بيعمل لهم اجتماع وبيتكلم عن ابلكيشن جديد اسمه اجين جو، مشابه للميتافيرس كده، كل واحد بيكون له شخصيه مجسمه في العالم الافتراضي بتظهر على شاشه التليفون شبه البيكيمون كده، ولو رحت في مكان كنت موجود فيه قبل كده حتى قبل ما تحمل الابلكيشن هيقول لك انك جيت هنا قبل كده. وكالعاده ستيف بيكون الوحيد المبهور بالموضوع. بعدها كل واحد بيروح على مكتبه، واشلي بتحاول تصلح صوره جاي قدام الباقيين، فبتفضل تقول له مش معقول يا جاي انت خلصت كل الشغل ده لوحدك، بتهزر يا جدع، ده احنا مش عارفين من غيرك كنا هنعمل ايه يا جدع. وجاي طبعا بيبقى مستغرب شغل ايه يا ستي انا ما عملتش حاجه اصلا. فبتاخده بره وبتقول له يا حبيبي انت بالنسبه لهم جاسوس حقير، ده جزاتي يعني اني بحاول اصلح صورتك. بعدها بتيجي نشره الاخبار في التلفزيون اللي بتتكلم عن مشكله في ماجنتا، وانهم اكتشفوا ان في تسريب بيانات للعملاء وبيتجسسوا عليهم، وبتصور رد فعل الناس وقد ايه هم متضايقين. بعدها اشلي بتطلب لزمايلها مشروبات على اساس ان جاي هو اللي طلبها، وبتقول لهم مش ممكن ده جايب لكل واحد الحاجه اللي بيحبها مخصوص. ولما بتيجي عند كيم عشان تحط له مشروبه بتكتشف انه مش ظاهر بقاله شويه، ومونيكا بتلاحظ دواء على مكتبه، ولما بتبحث عنه بتلاقي ان دواء للزهايمر، فبيتخضوا كلهم وبيدوروا عليه ما بيلاقوهوش، فبيروحوا بسرعه لستيف يعرفوه، وبيطلعوا كلهم يدوروا عليه، وبيروحوا عند بيته بس ما بيكونش جوه. وبيلاحظ فيليب علب كتير لمطعم فرايد تشيكن قدام بيته، فبيقول لهم انه ممكن يكون هناك، وبيروحوا يسالوا عليه في كل حته. فواحد في المطعم بيقول لهم انه صاحب مدير المكان تشوي، فبيروحوا له بسرعه، وكل ما يكلموه في حاجه يقول لهم يعني مش هتاكلوا الاول، لحد ما مونيكا بتتعصب عليه وستيف بيهديها وبيقول له ماشي اعمل لنا فرخه يا سيدي. فبيعمل لهم وبيقول لهم فرخه هتاكلوا صوابعكم وراها. قلتوا لي بقى كنتوا عايزين ايه؟ فستيف بيقول له لا ولا حاجه بسيطه خالص، كيم مختفي وهو عنده زهايمر. فبيشخط فيهم كده وبيقول لهم ولكم نفس تاكلوا يا عالم يا اللي ما عندكوش دم. في نفس اللحظه في الشركه بيلاقوا كيم داخل عليهم، فبيتصلوا بستيف يعرفوه، فبيطمن تشوي وبيسالوا عن اهل كيم، فبيقول له انه ملوش غير ابن وعاق وبتاع مشاكل دايما، وعلى الرغم ان كيم دايما بيخرجه من المشاكل اللي بيقع فيها الا انه دايما بيقول له انه ملوش اب. وبيتاثر ستيف جدا طبعا بعد ما سمع الكلام ده، ولما بيرجع وبيشوف كيم بيلاقيه لابس بنطلون بيجامه على البدله، فبيتاثر اكتر وبيلاقي ابن كيم جاي، فبيقعد معاه على اساس يكلمه على ابوه، لكن الولد ما بيكونش مهتم، وكعاده اي مهندس هيقول في اول 5 ثواني من القعده انه مهندس، وبيفضل يكلمه عن تصميم المكتب بتاعه، وبيقول له بس لا في شويه ديفوات كده كلمنا اعدلها لك واعمل لك خصم، وبيديله الكارت بتاعه. وساعتها جيسي بيكون واقف بره وسامع كل حاجه، فبيتعصب وبيدخل يطرد الولد ده. فستيف بيقول له ما ينفعش كده يا جيسي، اهدى يا نجم. فجيسي طبعا بيقول له اهدى ايه، انت عايز تصرف فلوس تانية في تفاهات، ما المكتب زي الفل اهو. فستيف بيقول له وانا اللي فكرتك محموع عشان الراجل، اطلع بره يلا. بعدها ابن كيم بيطلع عشان يمشي وبيكون ناسي بابا خالص، ولما بيفتكره بيرجع وبياخده، وستيف بيكتشف ان كيم نسي تليفونه، فبينزل بسرعه يلحق ابنه وبيديهوله، وبيفضل الولد ده يأنف في ابوه وبيقول له انه عمره ما كان موجود وانه مش اسف على معاملته لدي. بعدها بيوصله لبيته وبيروح على صاله الملاكمه اللي كان بيتمرن فيها زمان، وبيفتكر يوم ما الكابتن قال له انه مش هيقدر يكمل تمرين، وساله على ابوه وقال له انه ميت. ساعتها بيجي اشعار في تليفون كيم انه كان موجود هنا قبل كده، فالولد بيكتشف ان ابوه كان معاه يومها وعمره ما سابه ابدا، وبيفضل يبكي. في نفس الوقت كلهم في الشركه بيكونوا متجمعين وبيشكروا في جاي لان هو اللي اتصل بالشرطه لما كيم اختفى، وكمان جاب رقم ابنه. فستيف بيقول لهم انه طلع راجل صالح. بعدها اشلي بتجيب لهم حاجات يشربوها وبتلاقي ان مشروبها ما اتعملش، فجاي بيقول لها ولا يهمك وبيديها مشروبه. فستيف بيقول لها وكمان طلع زوج صالح. بالليل جيسي بيروح السوبر ماركت يشتري شويه حاجات، وبعدها بيقعد بره يشرب سيجاره كده، فبيلاقي واحد شكله بائس وحزين وبيطلب منه هو كمان سيجاره، وبتكون ده اخر واحده مع جيسي، لكنه مش بيديها له، وده لانه بيقول له ان التدخين مضر بالصحه وهو لازم يحافظ على صحته، وبيديله علبه لبان وبيكون مكتوب عليها
تماسك. تاني يوم في الشركة كارول بتلاقي مقال واحد كاتبه وبيقوله انه على وشك انه يفلسع نفسه وكان نفسه في سجارة، ولما طلب من واحد لقاه بيقوله انه خايف على صحته واداله البان بدلها وكان مكتوب عليها تماسك وكأنه كان حاسس بيه. وبسبب الراجل ده ما فلسعش نفسه، كل اللي عرفه عنه انه كان لابس تيشيرت مكتوب عليه ماكم. فجيسي بيعيش دور المنقذ والبطل الخارق بقى، وهو كان مستخسر في سجارة اصلا مش اكتر. وساعتها كارول بتقول انها عندها فكرة عبقرية وبتروح لستيف بسرعة وبتقول له انهم عايزين يستغلوا ده ويبينوا قد ايه شركة ماكم طيبة، وبتقترح عليه يعمل قصة وهمية زي انه خلى موظف يطلب اكل كتير بالغلط مثلا، وساعتها بدل ما انت تعاقبه تتبرع بالاكل ده وانت مبسوط كمان، فتظهر للناس قد ايه انت شخص طيب. لكن ستيف ما بيكونش موافق على الهبل ده لحد ما هي بتقول له بس الدعاية دي هتبقى باسمك انت مش باسم ماكم وكله هيعود عليك. فبتيجي بقى على نقطة ضعفه وبيرجع يقول لها طب مين الموظف الغبي اللي هيطلب طلب غلط؟ وساعتها كلهم بيبصوا على فليب، وعشان فليب هو الموظف الغلط فبدل ما يطلب اكل ومعاه اكياس بيطلب الطلبية كلها عبارة عن اكياس بس، وبيدبس فيها ستيف لان محدش قابل التبرع بيها. وبقوا في الشركة بدل ما يتعاملوا بعملة ستيف بقوا يتعاملوا بالاكياس، وستيف بيبقى شايط وعلى اخره اصلا لحد ما كارول بتقول له انها حصلت معجزة وبتوري له فيديو لصاحب مصنع الاكياس بيتكلم فيه انه كان على وشك الافلاس وطرد العمال لولا ان حصلت معجزة، وطلبت منه طلبية اكياس ضخمة جدا وبيشكر ستيف انه انقذه من غير ما يحس. فساعتها ستيف بيتنطط من الفرحة، وفي نفس اللحظة بتوصل له رسالة من مفسد اللحظات السعيدة جون بيقول له انه عايز يقابله في المطعم اللي كانوا زمان بيتغدوا فيه. فستيف بيروح له وبيشوفه عايزه في ايه، فبيلاقي ان جون بيقول له انه غلط في حقه وانه كان لازم يسمع كلامه وانه ندمان انه خانه، وبيعترف له كمان انه فعلا غيران منه. وتاني يوم بيتفاجئ ستيف ان في عمال من مصنع الاكياس طالعين يشتموا في صاحبها وبيقولوا انه ما بيدهمش المرتب وبيعذبهم وبيطفي السجاير في صرصور ودانهم وحاجات كتير كده. فستيف بيفضل يضحك بهستيريا وبيقول لكارول واضح اننا لبسنا في حيطه، فبتقول له مفيش حيطه ولا حاجه، تف من بقك يا جدع انا هحلها، احنا هنعمل حاجه تانية تلفت الانتباه. بس جاي واشلي بيعترضوا وبيقولوا لها تاني هتلبسينا في حيطه تانية، فبتقول لهم امسكوا فيا بس المره دي، وبتعمل زي باركود كده في كافيه باسم ماكم كل اللي بيستخدمه بياخد قهوه ببلاش. فستيف بيطوعها بس بيلاقي انه اتدبس في مبلغ وقدره وما حصلش حاجه برضه، محدش جاب سيرته، فبيحس انه خلاص هينهار. وساعتها كارول بتقول له ثق فيا لاخر مره، فبيقول لك كفايه بقى يا بومه، فبتقول له دي بس والله، وبتقول له هتصوروا فيديو وهو بيتعامل بحب مع واحد خبط له عربيته عشان بيعرف ان ابنه تعبان. وبيطوعها ستيف كالعاده وبيفضل محتار يا ترى هيبوظ انا عربيه من عربياته، وبعدها بيطلعوا يصوروا وبيعيدوا المشهد كذا مره لحد ما بيظبط والعربيه بتدشمل وخلاص بيخلصوا ومروحين. ولسه ستيف بيقول لها اتمنى ما يطلع لناش حاجه جديده بقى، ولسه اصلا ما كملش الجمله بيلاقي نفسه خبط واحد بالعربيه، فبيفضل يعيط ويقول لا كده كتير وربنا كده اوفر بجد كده اوفر، وبياخده على المستشفى وبيفضل يعيط جنبه وبيقول ايه ذنب الراجل المسكين ده بس ان لخبطه كده. وفجاه بيلاقي قدامه ضباط شرطه وبيشكروا انه قبض على المجرم الخطير ده، فبيقول لهم انا ابني شكرا والله على سكاتكم الغاليه يا جدعان. ومن بعدها كل المجلات بتكتب عن ستيف الراجل الشجاع صاحب شركه ماكم اللي قبض على المجرم الخطير ده. في نفس ذلك الوقت بقى جون بيعرف انهم خلاص عايزين يمشوه من الشركه وما بيلاقيش حل غير انه يدمج ماجنتا مع اي شركه تانية صغيره تكون سمعتها كويسه عشان يداري على الكلام اللي بيتقال عليها. وطبعا ما بيلاقيش حد انسب من ستيف وشركته. بعدها ماكو ما بتكونش ملاحقه على الاعلانات وستيف بيقول جه الوقت اللي اعمل فيه قصه حياتي بقى، وبيجيب كاتب يكتبها له. في نفس ذلك الوقت جون بيجي الشركه وبيروح لستيف يقول له انه طالب مساعدته وعارف ان قلبه كبير ومش هيغزله، وبيطلب منه دمج ماكو مع ماجنتا ويكون حق الاداره لستيف، وبيقول له ياخد وقته في التفكير وبيمشي. بعدها ستيف بيفرح كالعاده وبيقرر يوافق من غير اي تفكير، لكن اشلي بتكون متعصبه وبتقول له الراجل ده جاي يضحك عليك وهيلبسك في حيطه. بس ستيف مش بيسمع كلامها وبيعرف جون انه موافق. وبيجي يوم الدمج وامضه العقود، ساعتها اشلي بتبقى على اخرها واسنانها وجعها كده وبرشامه المسكن بتقع منها، فبتقول لا ما بديهاش بقى، وبتطلع وجع سنانها كله في ستيف وبتقول له انه سايب نفسه يتخدع تاني وهيودي الشركه كلها في 60 داهيه. وبتقول له انها مستغربه ازاي واثق في راجل خدعه زمان وكان كل يوم بيشتمه، وبتقول له انها هتستقيل ومش هتقدر تكمل في اللي بيحصل ده. ساعتها ستيف بيتهز من كلامها وجون بيتعصب عليه لما بيلاقيه مش عايز يمضي، وبيبين له بقى وشه التاني وبيقول له ان قبل ما يجي هنا اشترى 20% من اسهم الشركه وسهل عليه انه يشتري باقي الاسهم ويكون ليه 51%، وبكده بقى عليه حق الاداره وبيسيبه وبيمشي. وساعتها ستيف بيحاول يجمع الاسهم الموجوده مع موظفين الشركه اللي ما بيتاخروش عليه وبيمضوا عقد النقل فعلا. اما جون فبيعمل اكتر من حاجه مش متوقعه وبيروح لابو ستيف ومامته وبيطلب منهم نقل اسهمهم في الشركه، والمفاجاه انهم بيوافقوا وهم مبسوطين وضحكتهم من هنا لهنا. ومش بس كده ده مامته بتقول له انت زي ما تكون ابني. في نفس الوقت ده ستيف بيروح لطليقته وبيخليها تنقل له الاسهم بتاعتها، وهو خارج من عندها بيقابل جون فبيقول له انت فاكر عشان احنا متطلقين هتبيعني؟ ده احنا لسه بنحب بعض يالا.
تعالى، وسوق طليقته في الخلفيه بقى بتقول له امشي من وشي عشان مش طايقاك اصلا. ساعتها بتوصل اسهم ستيف ل 40.9%، واسهم جون 48 و95%. وفي نفس الوقت ده بيكون جيسي وكارول وفليب رايحين لواحد صاحب مطعم معاه نسبه من اسهم الشركه عشان يقنعوه ينقل الاسهم، بس هو بيكون مشغول عشان الفود بلوجرز اللي جايين يقيموا المطعم بتاعه ما جوش. فهم بقى بيقولوا له ولا تحمل اي هم، وبيمثلوا ان هم الفود بلوجرز وبيصوروا كل حاجه، وبيدوا تقييم عالي جدا للمطعم. واخيرا بيمضي العقد، وبكده ستيف بتبقى الاسهم بتاعته 49 و92%. بعدها ستيف بيروح لمدرس رياضيات كان بيدرس له زمان، وبيطلب منه انه ما يبيعش الاسهم بتاعته لجون. وتاني يوم بيعملوا اجتماع عشان يشوفوا النسب وصلت لكام ومين له حق الاداره. وستيف بيكتشف ان المدرس بتاعه باعه وادى نسبته لجون، واللي المفروض تكون نسبه الاسهم بتاعته وصلت ل 51%. لكنهم بيتفاجئوا ان هما الاتنين الاسهم بتاعتهم متساويه. وبيكتشف ان اشلي لما اتعينت في الشركه وافقت انه يكون ليها اسهم في الشركه بدل جزء من المرتب. وساعتها اشلي بتدخل الاجتماع وبتمضي عقد نقل الاسهم، وبكده بقى لستيف 51% من الاسهم وحق الاداره. وجون بيكون طبعا هيموت من الغيظ وبيسيبهم ويمشي. اما ستيف والباقيين فبيطيروا من الفرحه وبيحضنوا اشلي، وبعدها بيروحوا يحتفلوا. وساعتها اشلي بتعتذر لستيف على كل الكلام اللي قالته، وبيكون مبسوطين والدنيا زي الفل. لكن كالعاده ما بتمشيش كده، وبيجي لهم كلهم رساله انه حصل مشكله في الابليكيشن ودخل مستخدمين من زيمبابوي وهم المفروض مش مسموح لهم يدخلوا. فبيرجعوا الشركه بسرعه، وستيف بيلاقي ان عدد مستخدمين الابليكيشن زاد جدا. فساعتها بيبتسم وبيقول انتوا مش عايزين تجيبوها البر يا ولاد اللذينه، بينا نتمحور من تاني اشباح وانا هوريكم تمامكم. وبينتهي المسلسل صديقي الجميل بعد ما ستيف بقى المدير للشركه ومستعد لاي تحديات. وبس كده. وفي النهايه طبعا لو عجبك المسلسل ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه وتفعل كمان الاشعارات عشان توصلك فيديوهاتنا اول ما تنزل. سلام.